قرر مسؤول نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل سفر بعثة الفريق إلى المغرب غدا الاثنين من أجل خوض بطولة كأس العالم للأندية من الفترة 1 إلى 11 من فبراير المقبل. وبحسب ما نشرته جريدة الجزيرة السعودية، فإن بعثة نادي الهلال سوف تغادر إلى المغرب غدا الاثنين برئاسة فهد بن نافل من أجل خوض مونديال الأندية بملاقاة الوداد البيضاوي في ربع النهائي 4 من فبراير المقبل. وأشارت الجريدة إلى أن بعثة نادي الهلال التي سوف تسافر إلى المغرب سوف تضم جميع اللاعبين باستثناء الثنائي ياسر الشهراني وعبد الإله المالكي بداعي إصابتهما. ويشارك نادي الهلال للمرة الثالثة في بطولة كأس العالم للأندية والثانية على التوالي بعدما احتل المركز الرابع في العام الماضي عقب خسارته من الأهلي المصري برباعية نظيفة. وكان نادي الهلال استأنف تدريباته أمس بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الجمعة الماضية عقب الهزيمة من الفيحاء بهدف نظيف الخميس في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بملعب الملك فهد الدولي. في نهاية الفيديو لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك في القناة ووضع لايك للفيديو.